السلام عليكم متابعي ومحبي القصص البوليسية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. أولا وقبل كل شيء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أبناءنا وأبناءكم من كل سوء وشر. مستمعينا الكرام، جريمة حلقة اليوم جرات الأحداث ديالها بمدينة حد السوالم، وبالضبط في سنة 2017. واحد الولد شاب سميتو عز الدين، فعمره 31 سنة، مزوج، مراته سميتها هند، فعمرها 24 عام. عندهم بنت باقة صغيرة فعمرها عامين. هذا عز الدين حرفتو الزليج رخام لا موزيك هذا الى اخره. كان كيخدم مع واحد السيد. هاد السيد عنده كليان ديالو، خدامين معاه ناس، هو كيشد الخدمه من عند الكليان وكيعطيها لعز الدين يخدمها، او لا كيعطيها لهذا او لهذا. عز الدين كان كيخدم معاه للسيمانه، كيتخلص للسيمانه. هاد عز الدين الاصل ديالو من ضواحي مدينه اسفي، والديه كيسكنوا في الباديه، هو السكنه ساكن في مدينه حد السوالم. كاري في واحد الدرب، حي عشوائي، كاري بارطما في السفلي. ما خلا فين كرا في مدينة الدار البيضاء. كان كاري فيها قبل ما يتزوج. ملي تزوج كرا واحد المدة في الدار البيضاء، من بعد تحول كرا في مدينة حد سوالم 3 المرات، وهو كيتحول في هاد المدينة هادي. كرا هنا واحد المدة شوية، تحول كرا في بلاصة أخرى، من بعد كرا في هاد الدرب هذا. السيد كان مقاتل مع الزمان كيف ما كنقولوا، كيخلص الكراه، الماء، الضو، يصرف، متهلي في مراته ومتهلي في بنته، ولو تمارا الكرا كانوا عايشين بخير وعلى خير. مراته فقط الدار، ما خدامه ما والو. غير هو هاد عز الدين، مراته كانت كتعرف واحد الولد شاب سميتو سي محمد، في عمره 27 سنه. كانت ما بينها وبينه علاقه. السيده كانت كتخون الزوج ديالها. هند الوقت اللي كراو في هاد الدرب هذا تعرفات على هاد الولد، تعرفات عليه في الدرب فين سكنوا. كانت كتخرج كتمشي للحانوت، محل ديال المواد الغذائيه، الا خصاتها شي حاجه كتمشي للحانوت، تمشي لهاد الحانوت، تمشي لهذا، تمشي لهذا. السيده من غير الدرب ومن غير الحوانات تما موالفه كتخرج بوحدها، كتهز بنتها كتخرج. قبل ما تزاد عندهم البنت كانت كتخرج، سواء كتمشي تقدا، سواء كتمشي الدور، تمشي القيصريه، تمشي لهنا، تمشي لهنا، عادي، ما كاين حتى شي مشكل. راجلها ما كانش حابس عليها في الدار. ما تخرجيش حتى نخرج انا وياك، او لا الا خصاتك شي حاجه قوليها لي انا نجيبها لك. لا، السيد كان كيقول لمراته قنتي في الدار، خرجي، خاصاتك شي حاجه خرجي جيبيها. المهم الدري موالف كيشوف هند في الدرب، شافها مرة وجوج وثلاثة، عارفها مزوجة، عارف راجلها شكون هو، كيشوفوا كذا، عارفهم كارين في الدرب، عارفهم عند من كارين. الدري واخا هكاك، هند كانت في الحانوت، هو واقف في الدرب تما، خدات داكشي اللي بغات، هي زادت، هو تبعها، وقفها، السلام، بغيت النمرة ديالك، عطاتو نمرتها، ولات كتهضر معاه في التليفون. سي محمد قال واخا عارف هند مزوجه، مشى لعندها خدا النمره، كان متاكد غادا تعطيه رقم التليفون ديالها، بسبب التصرفات ديالها، الشوفات اللي شافت فيه وكذا. السيده واقفه في الحانوت، ومره كتلافت فيه، تشوف فيه وتبتسم. وملي خدات داكشي اللي خدات، ما رجعاتش من الطريق اللي جات منها الحانوت، مشات في الجهه الاخرى باش هو يتبعها. وهادشي قالتو ليه هي من بعد ما داو جابوا في الهضره مع بعضياتهم، قالت لي ها كاين داك النهار كل ما تبعتيني كنت غادا نقول عليك مكلخ، الساعه طلعتي ذكي. الدري فهم راسو، تبعها، خدا من عندها رقم التليفون ديالها. المهم هضر معاها في التليفون. داك النهار الغد اللي تلاقات هي وياه، سي محمد با عنده واحد طوموبيل كونغو، مره كيز ديك الطوموبيل ديال با كيسوقها، كيمشي لهنا يمشي لهنا. قال لها نتلاقاو، قالت ليه مرحبا. تلاقى هو وياها، مشات معاه. الدري ولا كيتلاقى معاها، كتركب معاه في الطوموبيل، ما كتخلي فين تمشي هي وياه. تلاقى معاها مره وجوج وثلاثه وربعه،
وقت ما رشقات ليه يتلاقى معاها كيتلاقى معاها، ما كتقولش ليه لا. من نهار عرفها عمرها ما قالت ليه لا. دارت ليه السبه بشي حاجه وقالت ليه لا، كيقول ليه نتلاقاو كتقول ليه نتلاقاو. السيده عندها هاد قضيه تلاقى هي وياه بحال الضحك كيف ما كنقولوا. كيقول ليه نتلاقاو نتلاقاو، عارفه راسها ما غادي يحصلها حد. كتلاقى معاه بنهار، راجلها خدام كيضرب في التماره، ما كيدخل للدار من الخدمه حتى لستة ستة ونص ديال العشيه عاد كيدخل للدار. استمرت ديك العلاقه بيناتهم، هما ملاقين، هما كيهضروا في التليفون، هما كيتراسلوا مع بعضياتهم. كانت كتميساجا هي وياه، كتميساجا هي وياه في الليل، ما كاينش المشكل. الراجل حداها في الفراش ناعس وهي شاده التليفون كتراسل معاه. كانت مستغله واحد المساله اخرى، وهي الزوج ديالها عز الدين القرايه ما قاريش. عز الدين من نهار عقل على راسو وهو في تماره، القرايه عمرو ما قرا. خدم مع باه في الفلاحه شويه، تلاح لهاد الحرفه هادي خدم فيها، بقى خدام فيها حتى تعلم. هي كانت مستغله هاد المساله هادي، عارفه راجلها ما قاريش، واخا يقلب ليها التليفون ما غيدي ما يجيب. سي محمد قال بلي هو كان عند بالو هند كتعرفو غير هو، خصوصا ان السيده كانت كتلاقى معاه بزاف، كتهضر معاه بزاف. من نهار عرفها عمرو ما طاح ليه في بالو ان هند كتعرف شي واحد اخر كتهضر معاه اولا كتلاقى بيه، شي واحد اخر من غيره هو. حتى دازت واحد المده عاد وصلاتو عليها الهضره، عاد بدا كيسمع عليها الهضره بلي السيده عرفت شحال من واحد من غيره هو. شحال من واحد هضرات معاه، شحال من واحد تلاقات بيه، تلاقات مع هذا، تلاقات مع هذا، مشات مع هذا، مشات مع هذا. السي محمد اكتشف ان هند في الوقت اللي كانت كتهضر معاه وكذا كانت كتهضر مع واحدين اخرين من غيره هو. ماشي كتهضر مع واحد ولا جوج، كتهضر مع بزاف. يعني السيده كانت اللي وقف عليها بغى نمرتها ما كتردوش بلاش. وبحسب الكلام ديالو فراه كانت كتلاقى معاه هو، وكتلاقى مع الاخر، وكتلاقى مع الاخر. هو قال واخا عرف عليها هادشي ما كانش عنده مشكل من هاد الناحيه. قال مع راسو انا باغي غير ندوز بها الوقت، انا مالي دير ما بغات، تلاقى مع من ما بغات. المهم انا كنتلاقى بها الوقت اللي كنقول لها نتلاقى، وكنتلاقى وكتمشي معايا، هذا هو المهم. بقى كيتلاقى بها، كيتلاقى معاها برا. هاد المده هادي اللي تعرف عليها فيها ولات بيناتهم ديك العلاقه، فين ما كيتلاقاو برا. عمرو ما مشى لعندها للدار فين كايرين. حتى غادي يدخل شهر رمضان عاد ولا كيمشي لعندها للدار. امتى كيمشي لعندها؟ في الليل خلال صلاه التراويح. عز الدين الدار اللي كاري فيها السفلي الطبقه الاولى السطح، وهما كارين في السفلي. الدار عندها باب واحد ديال الزنقه، كتدخل مع الباب كتلقى الدروج، وكتلقى الباب ديال البارطمون لتحت اللي كاري عز الدين. الناس اللي كاري ليهم كاينه المراه راجلها وعندهم ولد وبنت. الدري هو الكبير في عمره 29 عام، البنت في عمرها 18 عام. هاد الناس هادو في رمضان كيمشيو للمسجد، كيصليو صلاة العشاء والتراويح في المسجد. بعض المرات كيمشيو لواحد المسجد حداهم كاين غير تما في الدرب. بعض المرات الراجل كيهز مراته وبنته، عنده الطوموبيل ديالو، كيهزهم وكيمشيو لشي مسجد اخر. بنتهم مره كتمشي معاهم مره لا. الدري ولدهم كيمشي لواحد المسجد، كيمشي هو وواحد الدري صاحبه. عز الدين يا كيمشي للجامع اللي حداهم في الدرب، مره كيمشي للجامع، مره كيصلي غير في الدار. لا مشى ليه حدو كيصلي صلاة العشاء وكيصلي 2 ركعات او 4 ديال التراويح صافي، وكيمشي للدار. ملي كيمشي للدار يا كيبدل حوايجو وكيمشي للمقهى عند صحابو اللي خدامين معاه، كيمشي القهوه عند صحابو، كيبقى حتى ل 11 ونص ل 12 ديال الليل عاد كيجي للدار. اولا كيمشي يلعب كره مع هادوك صحابو نيت، كيمشيو لواحد القدرون خاوي فيه الضو ديال الزنقه، كيبقاو يلعبوا تما حتى لاش من وقت. بعض المرات ما كيرجع للدار حتى كيقرب السحور. هند غير راجلها كيخرج يمشي، كيجي لعندها سي محمد كيدخل لعندها، كتخلي ليه الباب محلول. الدري كيجي للزنقه تما، كتبان ليه الزنقه خاويه، كيدخل للدار. غير كيوصل كيدفع الباب كيدخل لعندها. ام الريا شنو يدير في حاله جا راجلها كتعرفو جا غير من الموطور، عنده واحد الموطور. لا جا راجلها قالت ليه هي تخشى في البلاكارات ديال الكوزينه لتحت، هي تخشى تحت الدروج. ديك الخويه تحت الدروج سادينها ودايرين ليها واحد الباب صغير.
بما راجلها نعس او كذا ويسلت هو يخرج. المهم الدري كيجي كيدخل عندها كيبقى معاها غير واحد المده قصيره وكيخرج يمشي بحاله باش ما يحصلش عندها او كذا. قبل ما يخرج حتى كتخرج هي للزنقه، كتوقف عند الباب ديال الزنقه، كتبان ليها الزنقه خاويه، كتقول ليه خرج، صافي كيخرج كيمشي بحاله كيسلت بحاله. كتدخل هي كتسد الباب. جا عندها نهار الاول، نهار الثاني، الثالث. واحد السيده جارت الناس اللي كاري العز الدين شافت السي محمد كيدخل عندهم للدار، كيدخل عند هيند. شافته المره الاولى عسات عليهم، شافته كيجي لعندها كيدخل لعندها. السي محمد ولد الدرب، كتعرف العائله ديالو. قالتها للدري ولد السيد اللي كاري العز الدين، بان ليها في الزنقه تما، عيطات عليه. مشى لعندها قالت لي ديك خيتي اللي كاريه عندكم غير نتوما كتخرجوا راجلها كيخرج كيجي عندها فلان السي محمد ولد فلان اللي كيسكنوا في البلاصه الفلانيه، كيجي كيدخل عندها 3 المرات وانا كنشوفو كيجي كيدخل عندها. كتخلي لي الباب محلول، شفتو غير كيوصل كيدفع الباب كيدخل وما كيخرج حتى كتخرج هي للزنقه. كتوقف عند الباب تشوف الزنقه واش عامره ولا خاويه، تلافتوك عاد كيخرج هو بلا حشمه بلا حيل. كتدخل لكم عباد الله للدار. قالت لي مازال انا راه شفتو وعرفتو كيدخل عندها. واحد اخر لا شافو شنو غادي يقول كيطلع عندكم للدار. الدري طلع لي الدم، قالها لباه، قال لي فلانه شنو قالت لي وشنو قالت لي. الدري طلع لي الدم، تعصب ولا باغي يقولها للراجلها ولا باغي يهبط لها هي ولا باغي يمشي للدري سي محمد يدار معاه. قال لوالديه فلانه اللي قدامنا عرفاتو كيجي كيدخل عند هاد خيتي. واحد اخر لا شافو واش غادي يقول كيطلع عند بنتهم للدار. شو هاتنا في الدرب، عمر شي واحد نعت لينا في دارنا حتى ولات هي كتدخل لينا ولاد الدرب حتى للدار. والديه بحسب الاقوال ديالهم قالوا في الاول ما تيقوش الهضره اللي قالت السيده لولدهم، لانهم عمرهم ما شافوا شي حاجه على هند من نهار كراو عندهم في الدار. عمرهم ما شافوا عليها شي حاجه ماشي هي هذيك. ولانه السيده جارتهم معروف عليها تما في الدرب ما كتدخلش سوق راسها وكتجبد صداع للجيران. شحال من واحد ووحده جبدات لهم صداع تما في الدرب على والو. كتكذب على الجيران كتجبد لهم الصداع. هذا قال فك، هذه قالت فك. با قال لي كون راه غير كتكذب. بغاتك تمشي الدار مع الدري ولا تقولها للراجل يضرب مراته ولا يولي قاتلها لينا هنا في الدار على والو. مالها ما جات قالتها لامك، علاش قالتها لك انت؟ الدري قال با نعسوا عليه. قال لي انا نعس عليه، لكان نيت كيجي يدخل عندها نخليوه حتى يدخل للدار ونعيطوا لهم على الجندارم، نسدوا عليه هنا في الدار ونعيطوا لهم على الجندارم يجيو يهزوهم بجوج من هنا من الدار، باش حتى لا كان شي واحد شافو كيدخل للدار وكان غلط ديك الساعه ملي شدوهم الجندارم هو وياها يعرفوا عند من كان كيدخل. با قال لي ما تعس عليه ما يعس عليك، حلمنا على هاد الصداع كامل. انا غادي ندوي مع راجل يقلب على الكرا في جهه اخرى، يبعد منا غير حنا، يخرجوا لينا غير حنا من الدار، وديك الساعه منو لمراتو. اذا كانت كدير شي حاجه منو ليها، يحصلها ما يحصلهاش، يضربها يقتلها، شغلهم هذاك، يبعدوا منا غير حنا. انت ما تدوي معاه هو، ما تدوي مع مراتو، ما تدوي مع الدري الاخر. ولدو قال لي صافي. السيد داك النهار نيت دوا مع عز الدين، دوا معاه بلاتي هي احسن. قال ليه لا قدرتي تخوي لي الدار باغي نعاودها في الصلاح، ملي نسالي الصلاح ديك الساعه راه نعيط لك وجي كري مرحبا بك، ما غلقاش ما احسن منك. الشهر كان يلاه دازو فيه شي ايامات قليله، قال لي نرجع لك فلوس الشهر وخوي لي الدار. عز الدين قال لي صبر عليا غير بما فات رمضان ونخرج. قال لي انا راه نصبر عليك حتى شهرين، ولكن المشكل راني درت مع المعلم، درت معاه يجي لعندي السيمانه الجايه، غير شوف كيفاش دير حتى تخوي لي الدار في هاد الايامات، غير نسالي الصلاح ومرحبا بك ديك الساعه. قال لي صافي انا غادي نقلب على الكرا وما يكون غير الخير. السيد دوا مع عز الدين باش يخرج ليه من الدار، وفي نفس الوقت صيفط مراته عند جارتهم السيده اللي شافت السي محمد كيدخل عند هند. المراه مشات لعند جارتهم دوات معاها، قالت لها واش بصح الهضره اللي قلتي لولدي؟ قالت لها حلفات لها والله حتى شفتو بعيني كيدخل عندها. داكشي اللي قالتو لولدها قالتو لها هي. المراه قالت لها شوفي هاد الهضره هادي ما تقوليها لحتى شي واحد، دابا راجلها توصلوا الخبار يولي داير لنا شي مصيبه في الدار، يولي قاتلها لينا في الدار، نصدقوا حتى حنا معاه في المشاكل. قالت لها باللي راجلها دوا مع عز الدين باش يخوي لهم الدار، قالت لها يبعدوا منا غير حنا، وديك الساعه منو لمراتو. صافي السيده دوات مع المراه جارتهم، وصاتها باش ما تقول والو ومشات بحالها لدارها. عز الدين فعلا بدا كيقلب على الكرا حتى لقى واحد السفليه، ديك السفليه ما مفصلاش، لا فيها لا بيوت لا كوزينه لا والو، دايره بحال شي مكازه فيها فقط المرحاض اعزكم الله.
ما مفصلاش، لانه مولاها في الاول كان مرجع عروض دير فيها طاولات وكذا، وكان مخدم معاه واحد البنت بالنص كانت كتقري فيها الوليدات الصغار. عز الدين حتى تفاهم مع مولاها، عطاه العربون، تفاهم معاه بلي غادي يصلحها، وداك الشيء اللي غادي يخسر عليها يحيدوا ليه من الكرا. مولاها قال ليه صافي. من بعد دار بناقص، قال اللهم نشوف شي دار مقاده مصلوحه نكريها، لاش غادي نبدا نبرزط في راسي، ما حيلتي الخدمه ما حيلتي ليها نبدا نصلح فيها. دوا مع السيد مولاها قال لي ما بقيتش غادي نكري عندك، رجع ليه العربون ديالو. مراتو هند قال لها عز الدين راه مول الدار دوا معايا، قال لي يا خوي لي الدار باغي نصلح كذا كذا كذا. قالها ليها فاش يلا، قالها ليه مول الدار قبل ما يبدا يقلب على الكرا. هي فاش قال لها راجل لها كاين شكات، قالت ياك ما عرفوا شنو كاين، ياك ما عرفوا فلان كيدخل عندي، ياك ما شافوا شي حد وصلاتهم الهضره، ياك ما شافوه هما، علاش اتا مول الدار قال لنا نخرجوا، حتى ولا كيجي عندي فلان هنا للدار عاد هو قال لنا نخرجوا. السيده شكات، ما بقاتش بغات تغامر، خافت تحصل، خافتهم يكونوا عرفوا شي حاجه وصلاتهم الهضره، او لا شافوه يصدقوا حاسين عليها ولا شي حاجه. دوات مع راجلها قالت ليه نخرجوا، قلب على شي دار، ومن الاحسن تقلب عليها بعيد على هاد الدرب هذا، اصلا هاد الدرب هذا ماشي ديال السكنه. قال لها صافي. ودوات مع السي محمد قالت ليه ما تبقاش تجي لعندي هنا، ها كاين حتى لا تحولنا في هاد الايامات، ديك الساعه لا كان كيفاش تجي لعندي جي، ما كانش كيفاش حتى يفوت رمضان ونوليو نتلاقاو بنهار كيف ما كنا. قال لها صافي. غير هو اللي غادي وقع، ولد السيد اللي كاري العز الدين زهير كيتلاقى بالسي محمد، كيشوفوا في الدرب تما، كيتلاقاو هنا يتلاقاو هنا، ولا الدرب غير هو ماشي صحاب ولا شي حاجه، بيناتهم فقط السلام السلام. زهير ولو عارف ان السي محمد كيدخل عندهم للدار، كيدخل عند هند، ملي وصاه باه قال ليه ما تهضرش معاه، وباه هضر مع عز الدين قال ليه خولي الدار، الدري ولو كيتلاقى بالسي محمد كيشوفوا في الدرب ما قال ليه والو، ما جبتش معاه الهضره. زهير دار براسو ما في راسو ما يتعاود، ما قال ليه لا انت كتدخل عند فلانه، ما قال ليه لا علاش كتدخل دارنا، ما قال ليه والو. اللي وقع زهير غادي يتلاقى مع السي محمد، واحد النهار تلاقى معاه مع 5 ديال العشيه، تلاقاو في واحد الحانوت في الدرب. زهير مسخر الحانوت، مسخر لدارهم، واقف كيتقدم الحانوت، اتوقف السي محمد، السلام بحسب الكلام ديال زهير قال انا كنت موالف كنتلاقى معاه كنقول ليه السلام، ولكن ملي ولا كيدخل لينا حتى للدار ما احترمناش ما قدرناش، ما بقيتش كنهضر معاه، كنتلاقى انا وياه ما كنقول ليه لا سلام لا والو. داك النهار جا الحانوت قال السلام، انا ما رديتش عليه، ما عرفت واش هو ما رضاش حيت ما رديتش عليه السلام، مول الحانوت حتى هو كان مدهي معايا حتى هو ما ردش عليه السلام. المهم بقى واقف وكيشوف فيا شويه ويقول لي اسف ليا عندكم زوينه من الداخل صالحينها مزيان، زعما راه كندخل لداركم كندخل عند فلانه. الدري قال انا اصلا كان طالع لي الدم من هاد الناحيه، فاش هو قال لي بحال كاك لقيتها سبه بديت كنغوت بالعاني، كاع الهضره اللي قلتها لي بالغوات باش كلشي يسمع، بغيت نشوه تما وفين ما بغات توصل. قلت لاش بغيتي تقول لي باللي كتدخل عند فلانه مصاحب انت وياه كتدخل عندها، انت راجل انت كتمشي كتدخل عند مرا مزوجه وبنتها، كتدخل عندها تزني معاها قدام بنتها، وجاي دابا كتفتخر بها قدامي، داركم زوينه كذا، عرفنا كتدخل عندها ساترينك الشماته، ما بغيناش نصيفطوك الحبس وما بغيناش نقولوها للراجل اللي يصفيها لك. زهير قال السي محمد ملي بديت كنغوت عليه تما قدام عباد الله، وجبت ليه فلانه وجبت ليه الفعال اللي كيدير، تجمعوا الناس في الزنقه تما وكذا، بدا كيقول لي كذاب شفتيني كندخل عندها، وبدا كيسب فيا بالهضره الخاسره، كيسب فيا كيسب ليا في والديا امك باك، ضربت انا وياه تشادينا ضربنا ضربني نضربك. شي واحد مشى للدار ديالنا قالها الوالد ديالي قال لي ولدك مضارب، جا الوالد ديالي وكذا، جا لقى الناس في كونه، هو جروه شي دراري دو بعدوه للاتساع، بقى كيعاير انا كنعاير، جا الوالد ديالي جرني مشينا للدار، مشي طالع ليا الدم غادي وكنعاير. ملي وصلنا للدار لقينا عز الدين واقف قدام الباب ديال الدار. السيد عرفني كنت مضارب، قال لي يا صاحبي اش بغيتي دير بشي صداع رمضان هذا درت فيه؟ قلت لي بعد منا انت خرج عطينا اتساع انت، ما غيبقاو لا مشاكل لا صداع لا والو. قال لك الوالد خوي اش باقي كدير كاع هادشي ما لقيتيش الكرا، هز مراتك وخرج عطينا اتساع. قال انا كنت معصب درت فيه، الوالد ولا خايفني نخرج شي كلمه من فمي نقول ليه مراتك كتدخل واحد للدار، ضربني الوجه وقال لي طلع بحالك، طلعت. با زهير بقى كيهضر مع عز الدين لتحت، قال لي واش انت باقي ما لقيتيش الكرا؟
واش كتقلب؟ واش مصي شي سمسار؟ لا ما كنتيش كتقلب قولها لي انا نقلب لك على الكرا. عز الدين قال لي راه كنقلب، راه حتى لقيت واحد السفليه ولكن راه خاصها الصلاح. قال لي الكرا كاين ماشي ما كاينش، غير هو انا باقي ما لقيتش داكشي اللي باغي. انا كنقلب على شي بارتما في السفلي على ود الموتور. السيد قال لي انا غادي نقلب معاك، ولا باغي غير يمتى يخرج ليه من تما، خصوصا دابا فاش ولدو الدار مع السي محمد. عز الدين ملي السيد في الاول قال ليه خوي لي الدار باغي نصلح كذا الى اخره، ما شك ما والو. قال السيد باغي يصلح دارو، ولكن ملي الدري قال لي بحال هكاك خرج انت عطينا اتساع، ما غيبقاو لا مشاكل لا صداع لا والو. با حتى هو غير الدري قال لي بحال هكاك ضرب وطلع، با حتى هو دوا معاه على الكرا. عز الدين بقى كيدور هادشي في راسو، كيفاش الدري قال لي ديك الهضره وبا حتى هو قال لي ديك الهضره. عز الدين ولا شاك باللي كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. مراته من نهار قال لي السيد خوي من داك النهار وهي لاصقه على الكرا، نكريو ونخرجوا نحيدوا من هنا، ما تكريش في هاد الدرب هذا، كري في شي بلاصه اخرى، هاد الدرب ماشي ديال السكنه. كل نهار جاب دليل الكرا، وغير ما زادت زيرات عليه ملي السي محمد هضر معاه وقال لي راني ضاربت مع فلان وها وقع وها وقع. السيده ولات ضاغطه على راجلها لانه ولات خايفه، ولات كتقول لي نتحولوا من هنا غير كري كيف ما كانت هاد الدار هادي، غير كريها ونحيدوا من هنا نتحولوا من هنا، ولا عرفتي شنو انا غنمشي لدارنا حتى تلقى الكرا وديك الساعه نجي. عز الدين الهضره ديال السيد وولدو اللي كاري عندهم والهضره ديال مراتو غير مع راسو ولا كيقول ياك ما هاد الناس شافوا شي حاجه على مراتو، ياك ما حصلوا عليها شي حاجه، ياك ما السيده دايره شي حاجه. هادي شفتها ولات كتقول لي نمشي لدارنا حتى تلقى الكرا ونجي. ولا شاك في مراتو، دوا مع الراجل اللي كاري ليه ودوا مع الدري ولدو زهير، دوا مع السيد قال لي قلتي لي خرج ولدك حتى هو داك النهار راك سمعتي شنو قال لي؟ قول لي واش كاين شي حاجه ماشي هي هذيك؟ السيد قال لي لا ما كاين والو، غير باغي نصلح الدار. الدري حتى هو قال ليه ما كاين والو. عز الدين باش يحيد عليه الشك عس على مراتو ولا كيعس عليها في الليل، كيخرج على اساس غادي القهوه، هو راه ما كاين لا قهوه لا والو. كيعس على مراتو واش غادا تخرج تمشي لشي بلاصه، واش غادي يجي عندها شي حد. عس عليها مده 4 ايام وغاديين يتحولوا من تما. ديك 4 ايام ما وقع فيها والو، مراتو حدا حد الدار ما كتخرج ما والو وما كيجي عندها حد. تحولوا من تما، كرا واحد السفليه بابها بوحدها، بقى عاس على مراتو، بغى يحيد داك الشك من راسو، داك الشك اللي ولا عنده من جهه مراتو، بغى يتاكد يشوف واش مراتو كدير شي حاجه ولا لا، باش حتى هو يتهنى في راسو. النهار الاول تحولوا قادوا الاتات ديالهم، قادوا حوايجهم المعن. النهار الثاني بدا عاس عليها، قال لها انا غادي القهوه، عس عليها. السيد واقف حاضي دارو، اتا كيبان ليه واحد جا للدار ديالو، جا دفع الباب، دخل وسد الباب. هيند الوقت اللي تحولوا هضرات مع السي محمد، قالت ليه تحولنا. الناس موحشين بعضياتهم. الغد ليه تلاقاو بنهار، راجلها في الخدمه، هي خرجات تلاقات معاه وراتو بالضبط فين سكنوا، سبقاتو وهو تبعها، شاف الدار اللي دخلت ليها. في الليل راجلها قال لها غادي نمشي للقهوه، هي صيفطات ليه ميساج قالت لي راه غادي نمشي للقهوه جي لعندي. راجلها خرج، صيفطات ليه ميساج قالت لي راه خرج جي. عز الدين عاس على مراته، شاف السي محمد حتى جا دخل. السيد ديك الساعه ركب على الموتور ديالو وجا لابريكاد عند الجندارم، بلغ مراته، قال حصل مراته كتخونو مدخله واحد للدار، يلا دخل عندها للدار غير دابا. السيد من نهار ولا شاك في مراته ولا عاس عليها، عارف شنو غيدير في حاله الا حصل عليها شي حاجه. قال لي لا حصلتها كدير شي حاجه نصيفطها للحبس ونتنى منها. بسرعه رافقوه الجندارم للدار، بغى يحل الباب الساروت، ما بغاش يتحل ليه الباب، مراته دايره الساكطه من الداخل الزكروم، دق عليها على شحال عاد حلات الباب، لقات راجلها ومعاه الجندارم. المراه تخلعات، سولوها كاينه بوحدك ولا معك شي حد؟ كاينه بوحدي. دخلوا الجندارم، قلبوا الدار، دخلوا البيت نعاس، لقاو شي حوايج مطويين ومحطوطين حدا الماريو ديال الحوايج. حلوا الماريو، لقاو السي محمد مخشي في الماريو ديال الحوايج، مخبي تما، لابس فقط الشورت ديال تحت، حوايجو وصندالتو خاشيهم معاه. حيدوا الحوايج وحيدوا واحد الطاجيره كنت بلاكيه قاسمه الجهه فين تخشى، حيدوها حطوها فوق الماريو، الحوايج حطوهم حدا الماريو، حيدوهم باش هو يتخشى تما يتخبى.
اعتقلوهم الجندارم، شدوهم. السيد حصل عندها في الدار، اعترفوا بالعلاقه اللي بيناتهم، كيفاش بدات وكذا، الكلام اللي ذكرنا قبل. هند في الاعترافات ديالها قالت راجلها هاملها، كيضرب تماره، خدام عليهم، مهلي فيهم هي وبنتهم، ولكن قالت هاملها. ديما خارج عند صحابو، ها هو غادي القهوه، ها هو غادي يلعب كره، ها هو غادي لهنا، ها هو غادي لهنا، ما عطيهاش حقها في العلاقه الزوجيه ديالهم. منها ما بقاش كيتقرب منها بزاف. السيده ولات كتوجد راسها، تقاد كذا، كيخليها وكينعس. عيان تماره هذه كينعس. قالت ملي شافته ما بقاش مديها فيها، بدات كتقلب على الاهتمام في جهه اخرى. بس محمد قال باللي هند كتعرف شحال من واحد من غيره هو، وحتى ولد الناس اللي كانوا كارين عندهم زهير، حتى هو ما بينها وبينه علاقه، حتى هو كانت كتفسد معاه. الدري قال انا غادي نجرو معايا، هو اللي جبد لي الصداع، هو اللي شوهني داك النهار، هو اللي سبابي، نجرو معايا. هيند ملي سولوها الجندارم على زهير واش فعلا الكلام اللي قال سي محمد، قال فلان ولد الناس اللي كنتو كارين عندهم ما بينك وبينه كذا، دابا اللي كاين قولي، ما بقى عندك ما تنكري. السيده بدون تردد قالت كذبات على الدري. غدا الحبس، نصيفطو حتى هو للحبس. عز الدين قال قبل ما نتحولوا لهاد الدار هادي، يلاه يومين دابا باش تحولنا ليها، قبل ما نتحولوا كنا كارين عند شي ناس في الدرب الفلاني، عندهم ولد كبير سميتو زهير. السيد قال شنو وقع فاش كان كاري عندهم، كيفاش حتى غادي يشك في مراته وكذا. الجندارم جابوا هاد زهير بحثوا معاه، فلان شنو قال وفلانه شنو قالت. الدري قال كذوب، قال انا ديك السيده ما بيني وبينها والو، انا اصلا ملي عرفتها شنو كدير، واحد السيده جارتنا هي اللي قالتها ليا، ها شنو قالت ليا وها شنو قالت ليا. قلتها الوالد ديالي، انا طلع لي الدم، كنت باغي نقولها لراجلها، وكنت باغي نمشي لذاك خاينه سي محمد، غير الدار هما اللي حبسوني، خفنا توقع شي كارثه عندنا في الدار، السيد يولي قاتل مراته، قالوا لي ما تدوي مع حد. قلنا نخرجوهم بحالهم، يبعدوا منا حنا ومنهم البعضياتهم. الدري قال انا كون كانت ما بيني وبينها شي حاجه ما نجبش الهضره، ونخليهم كارين عندنا، تبقى قريبه ليا معايا في نفس الدار، حتى لا كانت بيناتنا شي حاجه ما كاينش اللي غادي يسيق لينا الخبر. الدري قال فلان غير حيتاش ضربت انا وياه، ها وقع وشوهته ذاك النهار في الدرب، راه كذب عليا دابا، هي حتى هي غير كذبات عليا. والديه قالوا فعلا ها شنو وقع وها شنو وقع وها شنو وقع. السيده ملي ضغطوا عليها الجندارم قالت غير كذبت عليه، ما كانت بيني وبينه حتى شي حاجه. ملي هي اعترفات، السي محمد حتى هو اعترف، قال انا غير كذبت عليه بسبب داكشي اللي وقع والشوهه اللي دار ليا. عز الدين ملي حصل الخيانه على مراته، ولا كيقول البنت ماشي بنته، ولكن التحليلات اللي داروا جاوا بالعكس واكدوا ان البنت بنته. من بعد الاعترافات ديال هند والسي محمد كيتقدموا للمحاكمه، وهما بجوج تحكموا بسنه لكل واحد فيهم. شوف، الخيانه الزوجيه كيف ما كنعرفوا جميع ما عندهاش عذر، الى فعلا ولا واحد عدم الاهتمام من طرف الزوج او الزوجه، كاينه واحد الحاجه سميتها النقاش، وكاينه حاجه اخرى من بعد النقاش سميتها الطلاق. كيف ما كنعرفوا جميع هادشي سببه البعد عن الدين، وبحال هاد الامور واخا الانسان ياخذ الاحتياطات ديالو حتى يعيا، اخرته حبس او موت، وهادشي قلناه مرارا وتكرارا. على اي مستمعينا الكرام، كانت هذه هي النهايه ديال هذه الحلقه. كنتمنى انني نكون وصلت لكم جميع تفاصيل هذه المسطره بوضوح، وكنتمنى ان الصوت ديالي يكون واضح ومفهوم، ونتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الاوفياء، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.